نفس قدرة التحمل عندهم. قد يكون يعني مثلا محمد السهلاوي سمع كلام كثير ما رد بالفعل ولا رد بالكلام البذيء اللي قالوه عنه في التويتر. لكن في الآن بس رسالة وصلتني من مصدر مسؤول. ايش من هو المصدر؟ مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لرعاية شباب، يقول ابراهيم القوبع مدير. وش الإدارة؟ المصدر مسؤول مين؟ في الرئاسة العامة شخص. أي وش الإدارة؟ شخص مين هذا؟ أو إدارته أو اسمه؟ أنا شكك فيه. حبيبي علي، أنت الآن من شوي قريت خبر عن الرياضية في الرياضية عن سلمان الفرج. طيب وفي الخبر مكتوب أوضحت مصادر الرياضية وقاعد تتكلم فيه. طيب مرجعنا مين؟ مرجعنا للحر الخبر العيسى، هذا مرجعنا. طيب عطنا أنت تروح تسأله تقول له من مصدرك؟ حبيبي مرجع الرياضية. إعلام الله يجزاك خير. خليني أقول لك مو زعلان ما تقعد تقول الكلام هذا، والله ترى الناس ترى ياخذون يعني بعدين مأخذ عليك. خليهم ياخذونه. خليني أقول لك أنا أنت بيني أجي أقول لك رسالة فلان فلان يا ابن الحلال قل لا إله إلا الله أصبر. أنت يوم تقول الرياضية خلاص مصدرك الرياضية. مصدرك عبد العزيز مريسل. اي مع احترامي مصدرك عبد العزيز مريسل خلاص. طيب مصدرك عبد العزيز مريسل. تمثل مين أنت؟ أنا أمثل عبد العزيز مريسل، أمثل نفسي، أمثل صاحبة الرياضي. أنت ليش ناديتني هنا؟ ناديتني لأني واحد في الشارع؟ خليني أقول لك ناديتك لأنك إعلامي خلاص وصحفي. كلامي اللي أقوله يمثلني أنا ما يمثلك أنت. ما دام يمثلك أنت. طب مو بزعلان، بس أنت لا تفهم إذا إنه لما تيجي تقولي إذا ما ذكرت مين مصدره إنه بعدين راح أصدقه. خلاص ما مصدقه. كيفك؟ أبسط حقوقك، أبسط حقوقك عموما. كل خبرك بس ترى ما الرجال أنا شاك فيه من البداية. أبسط حقوقك. يلا. يقول أن إبراهيم القوبع هو مدير مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وتمت إعارته من أرامكو للرئاسة العامة لرعاية الشباب بمعنى الملعب. طيب تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ودور أرامكو ينحصر فقط في الصيانة، أما المجال التنظيمي فيختص بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. وهذا الكلام اللي كنت أؤكد عليه من قبل. القوبع هو الآن مدير الملعب وهو معار من أرامكو للرئاسة العامة لرعاية الشباب. طيب عندي شغلتين، الأولى أنت واضح أنك تحمست وضاق صدرك. لا ما تحمست. طيب. بس كلموا القوبع. طيب ليش بتعب حالك؟ الثانية اي ما دام انه ما في مصدر كم القوبع، اذا هو عنده اذا الاخوان احنا نستقبل اتصال، هذا اللي باكد لك. اذا نستقبل اتصال لكن ما راح نتصل عليه واحنا ما عندنا مصدر متاكدين منه. فاسمح يعني انا ماني مصدر. اذا كان هو يوضح حبيبي علي. اذا هو بيوضح حبيبي علي احنا من اذا بيوضح في وجهة نظرك استاذ قوبع احنا نقدر نستقبل منه. احنا من جلسنا لكن احنا نتصل على فلان وعلان نقول له قال فلان ولا عبد العزيز مريسل مع احترامي ولا اي واحد ثاني. احنا من جلسنا وانت قاعد جالس تحاول تسقط وانا قاعد امرر لك. اسمعني حبيبي علي، ما اسقط يا اخي. انا هنا اسمعني حبيبي علي، اسمعني. انا هنا لما اتكلم معك تحترم اللي مقابلك. انا محترم. لا انت محترم. لما تيجي تقول لي مصدرك انت طيب انا كيف اصدقه وكيف اشكك فيه؟ يا اخي اذا انك انت مو بعاجبك الوضع هذا من اول ما كان طلبتوني اني اجي انا عندكم. طب انت تحسفت انك جيت؟ لا انت زعلان. انت ما ادري ليش انت زعلان من المشي بالحسا، ولا زعلان من قضيه سلمان الفرج، ولا زعلان من قضيه ديون الهلال. ما ادري ليش انت كل امور الهلال زعجتك ورجعت على الهلال. وراك انت وش دخل الهلال؟ طيب احنا لانك هلالي، انت مو متعصب وبس، انت هلالي ضايق صدرك. هذا انت اللي حقك بطوله. ما راح ارد. وراك انت ضايق صدرك. اهدى شوي. طيب ريلاكس خلك وعادي. يعني انت محقق بطوله ووضعك طيب، يعني لا يصير ارد عليك لانه ما انت قاعد تقول مارد. انا لما اقول لك مصدر انت خلاص انت خريج اعلام. طيب. ومفترض انك انت تعرف وتحترم الصحفي اللي عنده مصدر. ما في صحفي في العالم كله يقول انا مصدري فلان. تبيني اجي اقول لك والله انا اللي ارسل لي الرساله هذه فلان بن فلان؟ انا يكفي اني اقول لك مصدري هذا في الرئاسه العامه لرعايه الشباب. يطلع ابراهيم القوبع الان ويقول الكلام اللي قاله عبد العزيز مو بصحيح. شوف ابسط حقوقه. شوف انا يوم لا انت عقودك رياضيه قبل شوي وكلامك قبل شوي ترى واضح. انا ليش اعطيتك المجال تعلق على كلامه؟ كان تقدر تقول طيب من مصادره بكل بساطه. لا وراك ما قلت من مصدر الرياضيه. طيب انت انا ليش جبتك تعلق على كلامه؟ لا وراك ما قلت من مصدر الرياضيه. طيب هذا الرياضيه كاتبه واكدت مصادر خاصه بالرياضيه. ليش ما شككت فيه انت؟ ليش ما شككت فيه؟ لان العرف الصحفي عيب علي اني اشكك. عيب اني اشكك في كلام كلام قال مصادر. انا احترم مصدره. شوف اذا انا اقدر انفيه الحمد لله خير وبركه، ما اقدر انفي. شوف عبد العزيز خير انتهى الموضوع. لكنك تجي تقول لا والله انا هذا المصدر ما اقدر ما اقتنع فيه حتى لو قلت لانه ما في مصدر. مو من حقك. خليني اقول لك
اول شيء انت خريج اعلام ترى والله العظيم مشكلتك هو لاني خريج اعلام يعني عليك مخالف لاني خريج اعلام. أيوة. انا امارس اللي انا تعلمته. لا والله اللي علمك هذا ورطك. حتى اجانب ترى والله العظيم اللي علمك اجانب والله ورطك والله ورطوك كل العالم نعم. طيب اللي قال لك ان الصحفي لازم يكشف مصدره هذا علمك غلط، او انك انت حفظت شيء ترى تحمست زياده يا عبد العزيز. لا مو متحمس، بس انا قاعد اعلمك طيب. المهنيه انك طيب. انت تحترم مصدر الاعلامي. طيب. هذه المهنيه. ننتقل وياكم. انت اهم شيء اهدى بس. لا انا هادي. واشرب شويهي. عموما انت طلعتنا لا اله الا الله. طلعتنا من الحديث الاساسي. ما طالعين من الحديث هذا. انا قاعد اهدي فيك الحين. عبد الله بن مساعد اني عشان قد مصدرك مو واضح. اسمعني، الرئيس العام هو المسؤول الاول والاخير عن هذه الامور. عندنا محور رابع حابين نتكلم عنه. تكلم يا بعد حي تكلم. يلا يا شباب ننتقل وياكم اعزائي المشاهدين المحور الرابع. هدي لا انا مهدي، بس انت اللي ما شاء الله عليك واضح انك لا تفتح عن نفسك بعض الامور.